السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي، يا رب دايما موفقين، يا رب دايما بخير، يا رب دايما في أحسن حال. دلوقتي هنحل مع بعض امتحان رقم 2 من كتاب نيوتن، الامتحانات العامة على المنهج. مجموعة أسئلة الاختيار من متعدد. الكتلة التقريبية للهواء في غرفة المعيشة والتي أبعادها. دي أبعاد غرفة المعيشة، يبقى أنا أقدر أجيب الحجم. تمام، طبعا الحجم بيساوي إيه؟ الأبعاد دي كلها ببعضها. 4.8 في 3.8 في 2.8. نخلص دي كده بالآلة الحاسبة الأول ونحضر الحجم. يبقى 4.8 في 3.8 في 2.8، يطلع الناتج 51.72. يبقى الحجم 51.72. طبعا سنتيمتر، لا متر تكعيب، عشان هو كان كل واحد فيهم كان بالمتر، يبقى متر تكعيب. علما بأن متوسط كثافة الهواء 1.2 كيلو جرام على متر تكعيب. عايزين الكتلة، والله ده سؤال بسيط خالص، احنا عارفين الكتلة بتساوي الكثافة في الحجم. تمام، الكثافة اللي هي 1.2 في الحجم اللي هو 51.072. يطلع الناتج، يبقى نضرب الناتج ده في 1.2، يطلع لي الناتج 61.28، يعني 61.3 تقريبا. فالإجابة الصحيحة رقم ألف. سؤال 2 بيقول لي: يعد حيوان الزرافة هندسة عجيبة من القلب والشرايين، فيكون الفرق في الضغط بوحدة ال ATM تقريبا الذي تتلائم معه الأوعية الدموية في رأس الزرافة عندما تخفض رأسها من وضع الرأس في أعلى مستوى ثم لمستوى الأرض عندما تريد أن تشرب، علما بأن متوسط ارتفاع الزرافة 6 متر. يبقى هو متوسط الارتفاع 6 متر. تمام، نقرأ تاني السؤال ده، وعايز فرق في الضغط. تمام، تقريبا الذي تتلائم معه الأوعية الدموية في رأس الزرافة عندما تخفض رأسها من وضع الرأس في أعلى مستوى ثم لمستوى الأرض عندما تريد أن تشرب، علما بأن متوسط ارتفاع الزرافة كذا. تمام، وكثافة الدم في رأس الزرافة كذا 1060، وعجلة الجاذبية ب9.8. يعني مثلا رأس الزرافة وهي هنا لما تنزل لتحت هنا، تمام، المسافة ديت تقريبا 6 متر. هي وهي تحت عايزين نعرف هيبقى فوقها ضغط الدم اللي ارتفاعه ده. تمام، طب وهي فوق مفيش فوقها مفروض اي حاجه غير واحد اي تي ام. يعني لو افترضنا ان راس الزرافه هنا واحد اي تي ام، طب لما هي تنزل راسها تحت هيبقى الدم فوقها. يبقى الضغط بقى وهي تحت، البي وهي تحت بتساوي الرو في الجي في الاتش، تمام، زائد البي اي. طيب الضغط الاولاني بي اي بس. طب لما نيجي نطرح الاتنين من بعض، يعني لو طرحنا بي 2 ناقص بي 1، بي 2 ناقص بي 1 انه عايز فرق الضغط، هيديني الرو في الجي في الاتش. فالرو 1060، الجي قايل لي ب9.8 في الاتش اللي هي 6 متر. يبقى 1060 في 9.8 في 6. تمام، يطلع لنا الناتج 6.2328، بس ده بنيوتن على متر تربيع، هو عايزها بالاي تي ام. تمام، ناخد الرقم ده نضربه في 1 ونقسمه على 1.13 في 10 أس -5، 10 أس 5 عفوا. احنا عشان نحول الاي تي ام يبقى بنضرب في الواحد اي تي ام ونقسم على كام؟ على الرقم اللي قدامنا ده، يبقى على 1.13. تمام، على برضو 10 اكس واي كام؟ 5. يطلع الناتج تقريبا 6 من 10 اي تي ام. يعني الإجابة هنا تقريبا رقم ألف برضو. سؤال 3 بيقول لي فقاعة هوائية على عمق 10 متر. تمام، يبقى دي الفقاعة الهوائية، وده سطح مثلا المية أو السائل. طبعا الفقاعة لما بتطلع لفوق حجمها بيزيد. الفقاعة وهي تحت كده فوقها السائل، زائد كمان من فوق فيه البي ايه. طب هي كل ما بتطلع لفوق السائل اللي فوقها بيقل او الميه اللي فوقها بتقل، فعشان كده الحجم بتاعها بيزيد زي ما انتم شايفين كده. هي كانت على عمق 10 متر فوق تحت سطح الماء العذب، حيث درجة الحرارة 7 سيليزيوس، وكان حجمها 23 سنتيمتر تكعيب. تمام، يعني الحجم تحت 23 سنتيمتر تكعيب.
والضغط تحت. تمام. درجة الحرارة عفوا تحت، تمبريتشر تحت. هو كان مدالي 7 سيليزيوس، لازم ازود عليها 273 يديني 280 كلفن. يبقى درجة الحرارة تحت 280 كلفن. بيقول لي فيكون حجمها قبل أن تصل إلى سطح الماء مباشرة بفرض أن درجة حرارة السطح 17 سيليزيوس. يبقى درجة الحرارة هنا بتساوي 17 سيليزيوس، نجمعها على 273 عشان نحولها لكلفن. تمام، يدينا 290 كلفن. طيب، وهو ما قاليش الحجم فوق، هو عايز الحجم فوق، عايز الفي او اللي فوق. طبعا الضغط تحت يا دكاترة بيساوي الرو في الجي في الاتش زائد البي اي. فوق الضغط البي اي بس. هنا طبعا ما قاليش ان في اي حاجه ثابته خالص، فاحنا نشتغل بالقانون العام للغازات. بي واحد فوليوم واحد على تي واحد بيساوي بي اتنين فوليوم اتنين على تي اتنين. الضغط تحت زي ما اتفقنا الرو في الجي في الاتش يعني 1000 في الجي اللي هو مديهالنا ب10 9.8. تمام. في الاتش الارتفاع كان 10 متر. تمام. زائد الضغط الجوي. الضغط الجوي هو مدولي ب1.13 في 10 أس 5. اديني الضغط الجوي هنا ما بين قوسين اهو. كل ده مضروب في الحجم الأولاني اللي هو كان 23 سنتي على درجة الحرارة الأولانية اللي هي 280 كلفن، بيساوي الضغط التاني بقى اللي هو الضغط الجوي بس اللي هو 1.13 في 10 أس 5 في الحجم التاني اللي احنا عايزينه أصلا على درجة الحرارة فوق اللي هي 290. هنا بقى هنضرب طرفين في وسطين ونخلص العملية فنطلع الفوليوم 2 على طول. يلا نعملها بالآلة الحاسبة عشان ما نزودلكش وقت الفيديو، فاحنا هنوقف ثواني نعملها على الآلة الحاسبة ونطلع لك الناتج. فيطلع لنا الحجم تقريبا 46.68%. ممتاز. سؤال رقم 4 بيقول لي أكبر ضغط تم قياسه في رافعة هيدروليكية 17 ATM. تمام. ما أكبر كتلة سيارة يستطيع المكبس رفعها؟ إذا كان قطر عمود الرفع، اديني هنا قطر عمود الرفع 28، يبقى نص القطر بيساوي كام؟ بيساوي 14 سنتيمتر. علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية 9 وكام؟ 9.8. خد بالك هنا بيقول لك أكبر ضغط تم قياسه في رافعة هيدروليكية 17 ATM. تمام؟ أكبر ضغط ماشي. ما أكبر كتلة سيارة يستطيع المكبس رفعها؟ هو الضغط أصلا بيساوي القوة على المساحة. القوة بتساوي الكتلة في عجلة الجاذبية على المساحة. طيب، كل الكلام ده بيساوي المفروض أكبر ضغط عندي اللي هو 17 ATM. تمام. ماشي، واحد إلا كده وصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. بس موضوع ال17 ده المفروض نحوله، نضرب فيه 1.13 في 10 أس 5 على 1 عشان نحوله لنيوتن على متر ايه؟ تربيع. تمام. يبقى 17 في 1.13 في 10 أس 5. الكتلة احنا عايزينها. عجلة الجاذبية هو مديهالي قايل لي ب9.8. طيب أنا معايا نص القطر ب14، يبقى باي. تمام. في نص القطر ده تربيع بس هنخليه 14 عشان نحوله من سنتي لمتر تربيع. تمام. نحل برضو المعادلة دي كده بالآلة الحاسبة ونجيب الكتلة ونطلع لك الناتج على طول عشان ما نزودلكش برضو وقت الفيديو. طبعا انت بقى لو متمرس في الآلة الحاسبة هتعمل دي كلها ايكويشن مرة واحدة، يعني هتعمل هتعمل ألفا إكس في 9.8 على باي في 14 تربيع. بعد كده تعمل ألفا كالك عشان تعمل علامة يساوي ديت. بعد كده بيساوي 17 في 1.13 في 10 أس 5. تمام. بعد كده تعمل شيفت سولف وبعد كده تضغط يساوي يطلع لك الناتج على طول رقم ألف. سؤال رقم 5 بيقول لي مساحة جناحي طائرة ما 100 متر تربيع. عند سرعة معينة كان الفرق في الضغط أسفل الجناحين وأعلاهم كام؟ 4% من الضغط الجوي، لأن قوة الرفع المؤثرة على الطائرة تساوي نقط تقريبا، علما بأن الضغط الجوي المعتاد
1 و13 من 1000 المفروض في 10 أس 5. مش مكتوبة بس هي المفروض في 10 أس كام؟ في 10 أس 5. تمام. هو المساحة بقى كده، هو يعني مثلا عايزك تتخيل كده إن ده الإيه؟ ده جناح الطيارة. ضغط الهواء تحت المفروض يكون أكبر من فوق. عشان الإيه؟ عشان الطيارة تترفع لأعلى يعني. طيب، عند سرعة معينة كان الفرق في الضغط أسفل الجناحين وأعلاهم 4% من الضغط الجوي. تمام. في إن قوة الرفع المؤثرة على الطائرة. طبعا هو فوق ضغط جوي. تمام. تحت هنا المفروض يكون زيادة 4%، يعني الضغط الجوي زائد 4% من الضغط الجوي. يعني تحت أزيد 4% من الضغط الجوي. تمام. ماشي. هو قال لي بقى فرق الضغط ما بينهم كان 4%. 4% من الضغط الجوي يعني. تمام. فإن قوة الرفع المؤثرة على الطائرة. ماشي. يبقى احنا كده محتاجين يبقى معانا الضغط اللي تحت اللي هو البي اي. البي اي اللي هو بكام؟ ب1 و13 من 1000 في 10 أس 5. تمام. زائد 4 على 100 في 1 و13 من 1000 في 10 أس 5. يبقى احنا كده جبنا الضغط الجوي زائد ال4% الزيادة. تمام. ده الضغط اللي تحت الايه؟ اللي تحت البتاع نفسها، يعني اللي تحت الايه؟ الجناح بتاع الطيارة. كل ده بيساوي القوة على المساحة. طيب هو أصلا عايز القوة الضغط قوة الرفع يعني، يبقى عايز الاف. طب المساحة بتاعت الجناح كانت كام؟ كانت 100 متر تربيع. تمام. 100 متر تربيع. طب نضرب بقى طرفين في وسطين ونطلع. بس خد بالك احنا مش هنحط ال100 بقى هنا، احنا هنحط 50 بس. تمام. 50 اللي هي القوة تحت جناح واحد. فيطلع لي الناتج في الآخر بعد ما تحل دي برضو شيفت سولف كده، يعني تكتب الإيكويشن دي على الآلة الحاسبة، يطلع لك 5 في 10 أس 5 نيوتن. سؤال 6 بيقول لي في الرسم البياني المقابل فإن النقطة A تمثل. طبعا النقطة A ديت، هو طالما ده بالسيليزيوس يبقى سالب 273 درجة سيليزيوس، اللي هي بتساوي 0 كلفن. سالب 273 درجة سيليزيوس يبقى رقم ب. طيب سؤال 7. استعملت رافعة هيدروليكية لرفع السيارة كتلتها، يبقى دي الام كابيتال اللي هتترفع 960 كيلو جرام على مكبسها الكبير. فإذا كانت القوة المؤثرة على المكبس الصغير دي الاف سمول 380 نيوتن، والمسافة التي يتحركها المكبس الصغير دي الواي واحد. كم عدد الضغطات اللازمة على المكبس الصغير لرفع السيارة 42 سنتيمتر على المكبس الكبير، علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية 9.8. سؤال سخيف بس ماشي. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والله دلوقتي احنا عارفين إن الإم الكبيرة في عجلة الجاذبية. تمام. ام في جي يعني على الاف الصغيرة بيساوي واي واحد على واي اتنين. فنيجي بقى هنا يا دكاترة، الام الكبيرة كانت 960 في عجلة الجاذبية اللي هي 9.8. القوة الصغيرة 380. وأنا كده كأني بعمل اف كابيتال على اف سمول بيساوي واي واحد على واي اتنين. تمام. والطبيعي إن واي واحد تكون أكبر. فكم عدد الضغطات ديت؟ يعني أنا دلوقتي لما أجيب قيمة واي اتنين هقسم ال 42 دي عليها هعرف إن أنا ضغطت كام ضغطة. يبقى كده 380 بيساوي 13 على واي اتنين. واي اتنين بقى بالآلة الحاسبة كده على السريع يبقى تساوي 13 في 380. تمام. على 960 على 9.8. يطلع لنا الناتج كام؟ 52، يعني تقريبا 525 من 1000. 525 من 1000 ده الواي اتنين سنتيمتر. طيب نقسم بقى ال42 دي على الرقم ده، 42 على الأنصر. طلعنا الناتج تقريبا حوالي 80 ضغطة. تمام. يبقى هو كده الضغطة الواحدة بتعمل لي واي 2. طيب أنا عايز أعرف كام ضغطة بقى. هضغط كام مرة؟ هضغط كام مرة يعني هو يعني كل ما انزل 13 سنتي المكبس الكبير كان بيطلع الرقم ده.
تمام، يعني كل ضغطة تنزل لي 13 سنتي تطلع لي من الناحية دي كام؟ 525 من 1000 سنتي. فأنا عايز أعرف أضغط كام مرة عشان أطلع ال 42 سنتي دول، فأقسم ال 42 سنتي دول على الرقم ده يطلع لي 80 ضغطة، فالإجابة الصحيحة هنا رقم ألف. سؤال رقم 8، الضغط المقاس في كل إطار من إطارات السيارة الأربعة 240 كيلو باسكال. إذا كان كل إطار مساحته 220 سنتيمتر تربيع، فتكون كتلة السيارة علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية يبقى أنا دلوقتي معايا المساحة ومعايا الضغط، فأقدر أجيب القوة. تمام، طب القوة دي أصلا عبارة عن الكتلة في عجلة الجاذبية. تمام، دي كانت بتساوي البي في الإيه. لو قسمنا هنا على جي، الجي دي تطير عشان هنقسم هنا على جي وهنا على جي، فكده بنجيب كتلة الربع الواحد. تمام، البي 240 في 10 أس 3. تمام، في المساحة اللي هي 220 في 10 أس -4، كل ده على الجي اللي هي ب9.8. تعالى كده نطلع مع بعض الناتج ده، يبقى 240 في 10 اكس واي 3. تمام، في 220 في 10 اكس واي -4 على 9.8. ثانية كده يا شباب، 10 أس -4 على 9.8، 938. طيب فهيطلع لنا الناتج تقريبا 2255 في 10 أس 3 كيلو جرام. طبعا الناتج اللي هيطلع لك هنا ده هيديك الكتلة دي بتاعت ربع السيارة. يعني أنا كده جبت الكتلة اللي بيضغط بيها ربع السيارة على إطار واحد، فكده لما نضربها في 4 يطلع لي الإجابة رقم د ديت، ودي الإجابة الصحيحة. السؤال رقم 9 بيقول لي أراد أحد تجار الذهب حمل سبائك ذهبية كتلتها 5.8 في 10 أس 2 كيلو جرام في حقيبته الخاصة، فإذا علمت أن كثافة الذهب دي 19.3 جرام، لو حولناها لكيلو جرام أو حولنا دي لجرام هنضربها في 1000، يبقى دي 5.8 في 10 أس 5 جرام، عشان دي بالسنتيمتر تكعيب. فكم تكون أبعاد الداخلية للحقيبة؟ تمام، لو أنا معايا هنا الكتلة ومعايا هنا الكثافة، فمفروض الحجم بيساوي الكتلة على الكثافة. الكتلة اللي هي 5.8 في 10 أس 5 على الكثافة اللي هي 19.3. نطلع الناتج فهنعرف الحجم كام. وبعد كده بقى نجرب نضرب التلات أبعاد دول في بعض هنا، التلات أبعاد دول في بعض، تلات أبعاد دول في بعض، تلات أبعاد دول في بعض، اللي هيساوي الناتج هو اللي يبقى صح. فهنا الحجم هيساوي 5.8 في 10 إكس واي 5 على 19.3، يطلع لنا الناتج 3051. ادي 300 قصدي 51 علامة 8 1. طب تعالى بقى نشوف مين في دول يساوي الكلام ده. طبعا ده سنتيمتر تكعيب، 60 مثلا في 28 في 18، لا. طيب 50 في 10 في 8، 4000، لا دول 60 في 28 في 5، 8400، لا. طب تعالى نشوف رقم ج كده، 30 في 28 في 18. بص يا دكاترة، هو ولا ناتج من اللي هو عاملهم دول صح. هو عامل في الإجابات رقم ألف، بس رقم ألف ما بتساويش الرقم ده. هي رقم ألف لو جينا عملنا 60 في 28 في 18 هيدينا الرقم ده كده، يعني دول لما نضربوا ببعض هيدينا 30 240. فالرقم ده ما بيساويش الرقم ده أصلا، فاحنا المفروض نعدل الأرقام دي. والله بصراحة الله يكون في عونكم، يعني أنا شايف إن الامتحانات بتاعت كتاب نيوتن امتحانات سخيفة جدا، تقيلة، مسائل مش موجودة مثلا في الأسئلة اللي انتوا حلتوها، مسائل جديدة فيها أفكار عالية شوية محتاجة أصلا المدرسين نفسها تتدرب عليها. طيب سؤال رقم 10 بيقول لي انقباض البطين الأيسر في القلب يضخ الدم إلى الجسم. ماشي، افرض أن مساحة السطح الداخلي للبطين الأيسر دي المساحة اللي هي الإيه، وأن أكبر ضغط في الدم ده البي، فإن القوة التي يدفع بها هذا البطين الدم عند هذا الضغط تقريبا
واحنا اللي نعرفه ان القوة بغض النظر على الهجص اللي هو عمال بيقوله بيساوي البي في الايه. البي 1.6 في 10 أس 4. تمام. البي اي دي مفروض باسكال. في الايه اللي هي 82 في 10 أس -4. 10 أس 4 10 أس -4 بضرب بعض بين واحد. يبقى كده اتبقى لي 1.6 في 82. 131.2. تمام. فهي أدق حاجة هنا رقم ب. سؤال 11 بيقول لي تتحرك جزيئات الغاز حركة، طبعا حركة عشوائية في جميع الاتجاهات. تمام. العلاقة بين البيانية الموضحة لسائلين العلاقة البيانية الموضحة لسائلين مختلفين بين ضغط السائل والعمق، فإن هو هنا مفروض ده بادئ من البي ايه، يعني كده ده ده السطح بتاعه مفتوح، ده السطح بتاعه مغلق عشان مفيش بي ايه. طيب الزاوية اللي فوق 60 والزاوية اللي تحت 60. ده لو جينا عملنا له كده ده يبقى عامل 30 كده من تحت، ده عامل 60 تحت. هنا البي والاتش الميل رو جي، فرو جي هنا بيساوي تان 60. تمام. يبقى احنا نقدر نجيب الكثافة بتاعت بي، نقسم هنا على جي بس. الجي اللي هي المفروض ب10، فتان 60 على 10. ده الرو بي. طب تعالى كده نجيب الرو بتاعت ايه. هو انا لما اجي اكتب قانون من هنا المفروض ان البي اللي هنا هتساوي الرو في الجي في الاتش زائد البي اي. طيب تمام. الميل بتاعي برضو فوق 30. الميل 30 يعني الرو جي 30. يعني الرو بتاعت ايه بتساوي تان 30 على جي. طيب هي تان 60 اصلا بكام؟ تان 60 على الجي مثلا اللي هي ب10. كل الناتج ده يطلع لي جذر 3/10. يعني دول يطلعوا لي 17 من 100 تقريبا، او 173 من 1000. ده الرو بتاعت البي. طيب هنا دي برضو الجي هنا لو 10 تان 30 على 10 يطلع الناتج كام بقى؟ 5 من 100 سبعة، يعني 577 من 10,000. 577 من 10,000. طبعا هما ما بيساووش بعض، والواضح ان الرو هي اللي اكبر. طب تعالى نشوف ده كده. لا، الواضح ان الروبي هي اللي اكبر. طب تعالى نقسم ده على ده نشوف الناتج يطلع لي كام. يعني علامة 1.7 3 على علامة 0.577. الناتج طلع لي كام؟ تقريبا 3. يبقى كده الروبي ده قد ده 3 مرات، يبقى الروبي بيساوي 3 رو ايه. والله مسائل تجيب شلل بس ماشي. فالإجابة الصحيحة هنا رقم ب. سؤال 13 بيقول لي عند ثبوت حجم كتلة معينة من غاز لما الحجم بيثبت يبقى ده قانون شارل. علاقة ما بين درجة الحرارة، عفوا ده قانون الضغط. قانون الضغط لما الحجم بيثبت يبقى ده قانون الضغط. علاقة ما بين درجة الحرارة والضغط عند ثبوت الحجم بنقول عليها قانون ايه؟ قانون الضغط. فإن ضغطها يزداد بمقدار نقط من ضغط الأصل عند درجة 0 سيلسيوس لكل ارتفاع قدر واحد بتزيد بمقدار 1/273. ده رقم ثابت لازم يتحفظ. تمام. ده بالنسبة لسؤال رقم 13. طيب سؤال رقم 14 بيقول لي تحتوي إحدى ذراعي أنبوبة على شكل يو على ماء في حين يحتوي الذراع الآخر على زيت، وكان ارتفاع الزيت 18 سنتيمتر فوق السطح الفاصل، فيكون ارتفاع الماء. احنا عارفين ان الرو بتاع الزيت على الرو بتاع الوتر يساوي اتش ووتر على اتش اويل. الرو بتاع الزيت كان 7.89. الرو بتاع المية ادي 1000 بيساوي، هو بيقول لي ارتفاع الزيت فوق السطح الفاصل، تمام، اللي هو 18. فاحنا عايزين ارتفاع المية مش طرفين في وسطين، فالمسألة بسيطة وتخلص بسرعة. يبقى عندي هنا 7.89 في 18 على 1000 يطلع لنا الناتج 14.2. بس دي كانت بالايه؟ دي كانت بالمتر. لا ثانية، ده بالسنتي. تمام.
طب الراجل بقى اللي هيعقدنا في نفسنا ده، 789 على 1000، تمام، بيساوي اتش ووتر على 18، ارتفاع الزيت 18. طب لما نضرب في بعض 789 في 18 على 1000، المفروض طالع لي على الآلة اللي قدامي دي 14.2، مفيش 14.2 في الإجابات ليه؟ نعملها بآلة حاسبة تانية، يمكن الآلة الحاسبة اللي معانا مخرفة. يبقى 789 في 18 على 1000، طلع 14.2. يبقى دي المفروض تبقى 14.2 متر. مش عارف، الأخطاء كتيرة أوي السنة دي، مش فاهم ليه. يعني الامتحانات بتاع السنة اللي فاتت كانت أفضل من كده بكتير بصراحة. طيب يبقى سؤال رقم 14 الإجابة بتاعته ب. هو فعلا عاملها في الإجابات ب، ولكن هي المفروض 14.2. تمام، بالمتر. ولو كان عايز يخلي دي كده كان مثلا، لا هي مينفعش غير كده. سؤال رقم 15 بيقول لي أنبوبة شعرية طولها 20 سنتي. تمام. طيب المهم الغاز اللي محبوس جوه طوله 8 سنتي، فيها قطرة زئبق طولها 4 سنتي، فيها المنتصف تماما. مش عندما كانت درجة الحرارة 27 درجة سيلسيوس. ماشي، يبقى درجة الحرارة هنا 27 سيلسيوس. أنا هحولها لكلفن لأن أنا دايما بشتغل بالدرجة المطلقة اللي هي الكلفن. 27 أزود عليها 273 فيديني 300 درجة كلفن. تمام، يبقى ده ال واحد كان ب8 وده التي واحد 300. فتكون أكبر درجة حرارة يمكن قياسها باستخدام هذه الأنبوبة كترمومتر. وأكبر درجة حرارة أنا عايز دول يطلعوا لفوق كده. ال4 سنت دول لما يطلعوا فوق، هو الارتفاع كله كام؟ 20. يبقى اللي تحت 16. يبقى احنا عايزين ال بتاع الهواء اللي تحت ده هياخد 16. تمام، هياخد 16 سنتيمتر. فاحنا عايزين بقى درجة الحرارة التانية. تمام. زي ثابت الضغط يبقى ده قانون شارل. فاحنا هنقول ال واحد على ال اتنين بيساوي تي واحد على تي اتنين. ال واحد ب8، ال اتنين ب16، بيساوي تي واحد اللي هي بكام؟ اللي هي ب300 على تي اتنين اللي احنا عايزينها. بس كده احنا هنجيب درجة الحرارة بالكلفن. يبقى نروح نضرب 300 في 16، كل ده على 8، يطلع لنا الناتج 600 كلفن. 600 كلفن مش موجودة، يبقى تي اتنين طلعت ب600 كلفن. نروح ننقص منها 273 عشان نجيبها بالسيلسيوس. 600 ناقص 273 يطلع لنا ناتج 327 درجة سيلسيوس. فالإجابة الصحيحة هنا رقم د. يخدع طرزان أعداؤه بالاختباء تحت سطح الماء لعدة دقائق في حين يتنفس عن طريق أنبوبة من القش طويلة رفيعة يخرجها من سطح الماء. يا سيدي، هو ده طرزان أصلا؟ افترض أن أقصى فرق في الضغط تستطيع رئتاه تحمله أثناء التنفس هو 85 ملم زئبق. احسب أعمق نقطة يستطيع الوصول إليها أسفل سطح الماء، علما بأن كثافة الماء 1000 كيلو جرام وعجلة الجاذبية 9.8. يعني الراجل ده تحت سطح الماء دلوقتي. هو أصلا الطبيعي إن الرئتين بتاعته بتتحمل كام؟ مش دول 85 ملم زئبق. لما حولهم لسنتي أصلا، تمام، يبقوا 8.5 سنتيمتر زئبق. تمام. طيب يعني هو اصلا الضغط الجوي كام؟ 76. فهو لو يقدر يتحمل زيادة عن الضغط الجوي 8.5، يبقى 76 زائد 8.5 يطلع لي الناتج كام؟ 84.5. يبقى كده عمنا طرزان ده لو افترضناه هو النقطة ديت، يبقى هو كده المفروض نزل تحت عند ضغط كام؟ 84 وكام ونص سنتيمتر زئبق. طيب 84 سنتيمتر زئبق هنا طبعا في بي ايه، وشوية المية دول أكيد هما اللي كام؟ هما اللي عاملين 8.5 سنتيمتر زئبق. عايزين نجيب احنا العمق. يبقى 8.5 دول هما اللي عاملين ايه يا دكاترة؟ هما اللي عاملين اللي احنا قلنا عليه دلوقتي. هما اللي عاملين الايه؟ هما اللي عاملين شوية الضغط دول يعني، هما اللي عاملين الضغط اللي عليه. فيبقى الرو في الجي في الاتش بيساوي 8.5 دول
اضربهم في 1.13 في 10 أس 5 على 76 عشان نحول دلوقتي على متر تربيع. يبقى ده 1000 في الجي اللي هي ب9.8 في الاتش اللي احنا عايزينها بيساوي الرقم ده كله. ننزله كده تحت وخلصها بالآلة الحاسبة. تمام. يبقى كده نعمل ادي 1000 في 9.8 في ألفا إكس اللي احنا عايزينها. تمام. بعد كده بعد ما نعمل ألفا إكس نعمل ألفا نعمل شيفت سولف تاني. ادي 1000 في 9.8 في ألفا إكس. تمام. عايزين نكتب يساوي فبنعمل ألفا كالك. كل ده بيساوي بقى علامة كسر 8.5 في 1.13 في 10 إكس واي 3 على 76%. بعد كده نعمل شيفت سولف. بعد كده نعمل يساوي. الناتج هيطلع 11.5. هو هنا طالع معايا على الآلة الحاسبة بصراحة 11 يعني 115 من 10,000. هو بقى الباشا عاملها عنده في الإجابات كام؟ عاملها ب 1.4. فمن الواضح برضو إن هو كاتب دي غلط. يعني هو الإجابة لما تطلعها من هنا هتطلع لك مختلفة شوية. فمن الواضح برضو إن هو كاتب الإجابة هنا غلط. يشذ الغاز عن قانون بويل عند طبعا ده بيحصل عند الضغوط العالية جدا. تمام. لو زودت الضغط قوي تمام الحجم خلاص هيبقى وصل لحتة ان هو مش هينفع ايه يقل عن كده. سؤال 18 بيقول لي خلطت 3 سوائل متساوية في الحجم لا تمتزج مع بعضها ولكن كثافتها 1 رو 2 رو 3 رو تكون كثافة الخليط. خد بالك بقى احنا المفروض نقول ان الرو بتاع الخليط تمام هما كلها متساوية في الحجم صح. فاحنا بنشتغل ان ام 1 ان ام خليط قصدي بيساوي ام 1 زائد ام 2 زائد ام 3. الرو بتاع الخليط هيساوي الرو بتاع الخليط في الفوليوم بتاع الخليط يساوي رو 1 فوليوم 1 زائد رو 2 فوليوم 2 زائد رو 3 فوليوم 3. وحد الله وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الفوليوم ده قد كل واحد من دول يعني الفوليوم كله متساوي. ففوليوم 2 هو فوليوم 3 هو فوليوم 1. فالفوليوم يروح مع الفوليوم يروح مع الفوليوم يروح مع الفوليوم ده يتبقى لي 3 في رو خليط بيساوي مين بقى؟ رو 1 أصلا رو 2 ب2 رو 3 ب3 رو. طب نقسم كل ده على 3 ونقسم على ال3 دي تطير. تمام. 1 و2 3 و3 6 يبقى كده 6 رو على ال3. فالناتج يطلع لي 2 رو. تمام. فالإجابة الصحيحة هنا رقم أ.